الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. رؤية التمرين التي كانت في الفيديو السابق، بالتأكيد هناك من يشجع ويرجح هذه الفكرة، فكرة التمرينات، وهناك أيضا من له رأي مختلف، ولكن أعلم أشخاص بعينهم في القناة ولا أعلمهم حقيقة، ولكن أعرفهم من خلال القناة يهتمون لهذا الأمر جدا، وأعلم أنهم قليل جدا، ولكن أعتبرهم المحفزون لنا والمشجعون لنا على الاستمرار، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيه. رؤية التمرين كان الرمز الأبرز فيها هو رقم 116، وكان ملخص الرؤية أن الرؤية تقف تنتظر حافلة بالتحديد رقمها 116، فأتت في المرة الأولى بشكل غريب عليها لم تعهده، فلم تركب في الحافلة ومشت، ظلت في مكانها حتى أتت الحافلة رقم 116 بنفس الشكل السابق، ولكن في هذه المرة لم تتردد وصعدت في الحافلة وانتهت الرؤية. قلت لها تعبير الرؤية أنك تخرجي إلى الحج أو العمرة بعد انتظار. بعدها أرسلت رسالة تسأل عن الرمز الذي دل في الرؤية عن الحج أو العمرة، لأنها بالفعل عندها هذه النية، قد بدأت تجهز لهذه الخطوة، خطوة العمرة في هذه السنة من الناحية المالية. رقم 116 تعبير هنا بجمع الأرقام الثلاث، 1 1 و6 مجموعهم 8. 8 هو عدد أبواب الجنة، والمعنى أن هذه طاعة وعمل صالح تبتغي به الجنة. وقلت الحج أو العمرة لأن الحافلة وسيلة نقل جماعي، فمثلا لو كانت رأت سيارة ملاكي أو سيارة صغيرة، فهنا ستكون الطاعة فردية أو خاصة فقط بصاحبة الرؤية والأمر مغلق عليها، ولكن الحافلة وسيلة نقل جماعي، وأيضا تدل على الانتقال والسفر من مكان لآخر، وهذا هو الحال في الحج والعمرة، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يعني الحج لابد له الانتقال والسفر من مكان إلى آخر. بما أن الرمز الأبرز في هذه الرؤية كان الرقم، نأخذ بعض المعلومات السريعة عن بعض الأرقام. فمثلا رقم 10 في المنام من اللفظ أو بالتصحيف يدل على العشرة، وهنا التعبير بالأخص يكون بين الأزواج، بين الزوج والزوجة. وأيضا رقم 10 يدل على الأيمان والحلف، يدل على الكفارات، كفارات اليمين أو النذور أو كفارات الصيام. فمثلا في رؤية كان جزء من الرؤية رقم 10 في المنام، فقلت لصاحبها أن عليه كفارة لابد أن يؤديها، كفارة يمين أو صيام إلى آخره، المهم أن عليه كفارة وإطعام لابد أن يقوم به، لأن ذلك ربما يكون من أحد المعوقات التي تعوق بعض أموره. فقال بالفعل أنه قبل الرؤية أو وقت الرؤية كان في خلاف بين طرفين، وكان هو يصلح بينهما، يقول: وحلفت كثيرا بدون سبب، وذلك لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. نأخذ مثلا رقم 11 في المنام، إذا دل في الرؤيا على عبادة، وطبعا ده تبع لسياق المنام، دل على عبادة قيام الليل، إما أن الرائي يقوم بهذه العبادة بالفعل في الواقع، أو أنه حث للرائي أن يقوم بهذه العبادة ويقيم الليل، لأن 11 هو عدد ركعات قيام الليل. وفي أحيان أخرى، وهذا ما يقع كثيرا، أن رقم 11 يدل على المنصب أو المكانة أو الانتقال إلى مكان مميز أو مكان مبارك، مثل مكة أو المدينة، لقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أذكر في رؤية جاء أيضا فيها رقم 11، ولكن كان رقم 11 هو رقم إحدى الطوابق التي نزل إليها الرائي في المنام، فقلت له: معنى رقم 11 أنك تنتقل للعيش أو تذهب إلى مكان مميز، مكان مبارك. فقال بالفعل بعد هذه الرؤية انتقلت إلى مكة المكرمة. بعض الأرقام في المنام مثلا أحيانا تدل على تواريخ محددة، فمثلا رقم 15 قد يدل على حدث يقع فيه 5/1 أو في 1/5 بالعكس. بعض الأرقام التي تحتوي على الأصفار أحيانا تدل على مبالغ أو أموال تأتي إلى أصحابها، مثل الرواتب والمكافآت، أو قضية يكسبها الرائي، مثل رقم 20 30 وهكذا، أو رقم 200. في هذه الحالة إما أننا نزيد الأصفار أو نلغي الأصفار، وهذا على حسب حال الرائي وحسب سياق الرؤية. أما عن الأرقام الكبيرة بالملايين فهي في الأغلب تدل على الحسنات، تدل على الأعمال الصالحة، والله يضاعف لمن يشاء. أكثر الرؤى التي أذكرها وردت فيها أرقام بالملايين،
هي الرؤى التي تدل على الصدقات، أن الرائي قام بالصدقة أو هم بالصدقة فيرى في منامه الرقم 1,000,000 أو أرقام الملايين، وهذه دلالة على الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء. نختم برؤية بسيطة وقصيرة. جاءتني رسالة يقول صاحبها: رأيت كأن شخص مجهول حكم علي أن أعيش على الدين بقية حياتي. لم أكن أعلم أي شيء أو أي معلومة عن الرأي، فقلت له: هل تعيش في مصر؟ فقال: فعلا أعيش في مصر. فقلت له: هذه معنى الرؤية، أنك تحكمك الظروف أن تعيش في مصر بقية حياتك أو تعيش في مصر فترة طويلة، وذلك لقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين أي سيناء في مصر. كثيرا ما رأيت في عدة رؤى أن التين والزيتون يدل على مصر، يدل على أهلها أو ما يأتي منها، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.